النهارده كنا عاملين في السحور فراخ بانيه ومكرونه بشاميل، وبصراحه انا ما كانش فيهم نفسي وما كنتش عارف اتسحر ايه، فطقت في دماغي اتسحر كابوريات واستاكوزات من شيرين بزون في شيراتون، وكلمتهم وقلت لهم اعملوا لي صينيه مليئه بالجمبريات والاستاكوزات عشان اتسحر بيها، بس تكون على قد الايد عشان انا هفتان قوي. وعملوا لي الصينيه الطرش ديت وسموها صينيه ابو حميد، ولو طلبتوها هتاخدوها بنص ثمنها، بس عشان الصينيه ديت عليها اوفر 50%، يعني هتاخدوها ب 5000 بلبل بدل 10000 بلبل والله. وبجد سعرها تحفه قوي. تخيلوا هتاكلوا جمبريات واستاكوزات وبلح بحر والحاجات دي كلها وب5 بس. مش عارف، انا كنت مرعوب جدا من الاستاكوزا لدرجه ان انا كنت خايف المسها، بس جات لي الجرأه ومسكتها. بجد شكلها وريحتها تحفه قوي قوي. بجد انا حبيت طعمها قوي، طعمها حلو جدا. انا كنت بشوفها في سبونج بوب، دلوقتي بقيت اشوفها على الحقيقه واكلها. وبجد طعم الجمبري المقلي الكريسبي كده طعمه تحفه قوي وتتبيلته خطيره. هو ازاي بجد انا ما كنتش عارف المطعم ده من زمان. والرز اللي كان متفرش في الصينيه كده كان طعمه